وبينما كان حذر الضيوف واضحا من نجم البلوز إيدن هازار، باغت ويليان مرماهم بتسديدة قوية لكنها لم تصبه. الرد كان بمثلها من كريس براند، لكن أيضا لا جديد يذكر سوى استمرار التعادل. ولما كان الحكم يهم بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، فك المدافع إيفانوفيتش شفرة الهجوم بتسجيل الهدف الأول، ودائما مستغلا سلاح الركلات الثابتة التي برع فريق مورينيو في إتقانها. في الشوط الثاني بدأ تشيلسي حملته الهجومية بسرعة، لكن اعتماده على التسديدات البعيدة لم يثمر، ولو أن كرة أوسكار جاورت المرمى. تكتيكيا كان مورينيو يعتمد على لا مركزية لاعبي خط الوسط أوسكار، أزار وويليان، لكن الحل كان مفقودا بسبب تراجع دفاع وست بروميتش. ووسط حصار الكاميروني إيتو، حاول أزار أن يخلق له فرصة للتسجيل لكنها أيضا خابت، ما دفع سبيشال وان للاستعانة بتوريس مكان النجم الكاميروني. في الدقائق الأخيرة انطلق أصحاب الأرض للتعويض، الخطورة دائما عبر براند. تشيك نجا من التسديدة وكذلك تشيلسي. النتيجة باتت مقلقة، وتوتر إيفانوفيتش دفعه للتصادم مع الحكم. المحاولات كثرت والدقائق كانت تمر بطيئة على القادمين من العاصمة، وعلى عكسهم كان الأمل مسيطرا على أهل المدينة. وما أفضل من هذه اللحظة لخطف التعادل. النيجيري فيكتور أنيشيبي لم يقل لا لهذه العرضية، بل ترجمها بالطريقة المثالية، واضعا إياها في الكفة الفارغة من الميزان ومعدلا النتيجة. لقد كان رد فعلهم قويا في الدقائق العشرين الأخيرة، وضغطوا علينا بشدة، ونتيجة لهذا الضغط نجحوا في التسجيل بعد جهد كبير. وبالنظر إلى أطوار اللقاء أعتقد أنه من العدل أن نقول إنهم يستحقون هذه النقطة، وسنرى في نهاية الموسم إن كنا قد خسرنا نقطتين أو فزنا بواحدة.